السلام عليكم. مركز جراحات الشخير وفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. معانا النهارده جنى 27 سنه صح كده؟ بسرعه بنصورها عشان هي واحنا بنشيل لها الدعامه من دقيقتين بالظبط قالت لي لا انا خايفه ومرعوبه ومش عايزه حد يشوفني وانا بشيل الدعامه وانا بتألم. وبعد ما شلت لها الدعامه قلت لها ايه رايك؟ قالت لي لا قولي. مش مصدقه اللي انا فيه. ازاي؟ لا مش مصدقه ان انا بتنفس عادي. انا ما كنتش بتنفس كده. كم سنه كنت تعبانه؟ لا خدي 10 نفسك سنين. 10 سنين؟ 10 ده انت سنين. كلك 27 سنه ولا هو بالظبط 28. 28 سنه. من وانا عندي 18 سنه وانا عندي المشكله دي. معقوله؟ والله العظيم. وكنت خايفه من العمليه وكله لا مش محتاجه عمليه ما اعرفش ايه. رحتي لدكاتره كتير؟ انا كشفتي؟ قالوا لك ايه؟ على ان مناخيرك مسدوده، ما عملناش غير حاجز انفي وكان عندها غضاريف صغرناها بس. ايوه. قولي بقى. عندي 3 دكاتره. قالوا لي لا مش محتاجه عمليه وعلاج وكده. وخدت علاج؟ وخدت علاج. اتحسنتي؟ بس بما اني ما كنتش بتحسن فكنت بسيبه ما بكملش. ده شيء طبيعي. ودكتور بس هو اللي قال لي اعمل لك عمليه. حاجز برضو؟ بس ولا قال لك غضاريف؟ قال لي حاجز وغضاريف. كويس. بس بعدها برضو ايه يعني حصل لي ظرف كده وبعد كده قلت خلاص بقى ماليش نصيب ان انا اعملها وخلاص. كويس. بس لما شفت حضرتك بصراحه على قناه القاهره والناس قلت لا انا هاخد التجربه. اشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ ما اعرفش نصيب بقى. ما اعرفش. نصيب انا. نصيب. تمام. بس قلت لا هاخد التجربه لان محتاجاها قوي. كانت مناخيرك مكتومه؟ جدا. ازاي؟ او لدرجه ايه؟ لدرجه ان انا على طول عندي صداع بسبب اني ما بعرفش اتنفس كويس. دايخه. لو نزلت وانا صايمه مثلا في الشمس او كده دي كانت بتبقى بالنسبه لي كارثه. صداع على طول ماسكك؟ صداع ودوخه وترجيع. يا نهار ابيض كل الكلام ده؟ احنا عملنا العمليه تقريبا 10 ايام كده. قولي لي ايه الاخبار؟ بصراحه كنت براقب. بصراحه انا بحب كلمه بصراحه دي جدا. قولي. ما تقلقش من الصراحه عندي اكيد. كنت براقب نفسي يعني انا نزلت والدعامه جوه مناخيري. والدعامه جوه مناخيري. انا راقبت نفسي فكره ان انا انزل مشوار طويل ومجهود وكده. وهي اوريدي جوه مناخيري. لا انا ما تعبتش. معقوله؟ والله مع اني يعني هي يعني مش زي ما بعد ما شلتها النفس مختلف تماما. بس لا انا ما تعبتش. انا خرجت مرتين بالنهار وانا كنت لما بخرج بالنهار عملت نفسك اختبار عملي وانا ما تعبتش يعني. حتى انا كنت لسه بكلم ماما امبارح كنت ماشيه مشوار طويل. بقول لها ماما انا مستغربه انا ولا دايخه ولا مصدعه فعلا والله العظيم. ونفسك؟ الحقيقه نفسي مش هقول لك تمام 100% زي دلوقتي. دلوقتي انا 100% تمام دلوقتي. بس طبعا النفس كان ضعيف اثناء الدعامه. بس برضو لا انا كنت سليمه. كنت بتنفس من بقي شويه من مناخيري شويه بس انا كنت سليمه ما دختش ولما شلنا الدعامه لا دلوقتي انا مش مصدقه. انا حاسه ان انا مش عارفه مش متخيله الاحساس اللي انا فاقداه بقالي 10 سنين. للدرجه دي؟ 10 سنين انا فاقده احساس ان انا اتنفس. خدي نفس تاني كده وانت بتعمل. انا مش مصدقه بجد. لا ده نفس. مش مصدقه ما توقعتهوش اصلا. ما توقعتيش ان انت تتحسني كده؟ والله ما توقعتش. انا قلت بعد ما اشيل الدعامه يعني ايه اللي هو انا هبقى راضيه باي نتيجه تخليني احسن من الاول. بس ما توقعتش. مش مصدقه ان انا باخد نفسي بالكامل كده بصراحه يعني. سبحان الله. لا الحمد لله طبعا يعني انت سبب بعد ربنا. الحمد لله. انت قلت لي في حد مستني واصحابك مستنيينك ايه؟ يعني عندي مرات اخويا يعني هي تعتبر صاحبتي برضه. عندها نفس حالتي. قلت لها جربي فيا استني. بس عندي قرايبي وقاعدين مستنيينك قاعدين مستنيين النتيجه الاخيره. قاعدين مترقبين كده يعني متربصين ولا قاعدين مستنيينك تبقي كويسه عشان يعملوا؟ لا متربصين كده اللي هو ايه هتبقي عامله ازاي بعد ما تشيلي الدعامه. كلنا قاعدين مستنيين النتيجه لاني عندي كذا حد عنده نفس حالتي. هتروحي تقولي لهم ايه؟ مش عارفه مش متوقعه. اللي هو انا مش متوقعه اكلم ماما اقول لها ماما انا بتنفس. انا مش مصدقه انا بتنفس للدرجه دي والله؟ لا والله للدرجه دي بجد يا جماعه. تليفونك فين؟ نتكلم مامتك دلوقتي. تليفوني بره حطاه في الشاحن. جيب التليفون. جيب تليفونك. لا اللي هو انا بحسب كل اللي عندي ده. انا فكرت ان انا ممكن يكون عندي مشكله في المخ من كتر ما انا بدوخ وبرجع وبصدع. ولو نزلت بالنهار والشمس طالعه برجع تعبانه قوي. الحمد لله. مش مصدقه؟ لا انا مش مصدقه.
لا مش مصدقه ومبسوطه بجد. الحمد لله الحمد لله بجد. يعني انا بالصدفه بفتح قناه القاهره والناس اصلا ما بتفرجش على تلفزيون اصلا. لقيت حضرتك. فنصيب. الحمد لله الحمد لله، ده حظنا ان انت جيتي، وحظنا احنا عملنا لك العمليه وتحسنتي. الحمد لله الحمد لله على سلامتك. الله عايزك يسلمك. تكلمي مامتك. حاضر. وشوفي هتقولي لها ايه. حاضر. انا كنت بقول لها انا هاخد برد مخصوص عشان احس ان انا مناخيري طبيعيه. قولي على السبيكر بقى. حاضر، بس اقول لها ان انا على السبيكر ايوه قولي لها بالظبط كده بالظبط كده. قولي على الهوا على الهوا. مش عارفه اردف على طب انا ممكن اكلم اختي بقى بما اني ماما ما بتردش، ولا اكلم؟ كلمي مفيش مشكله. قاعده مستنياكي برضه اختك؟ لان غالبا برضه المشكله اللي عندها هي مشكلتي. بس انت عارفه ان الحاجز ممكن يبقى وراثه. ما هي ماما عندها. بيبقى وراثه. ماما عندها، بس ماما من زمان ما بتقتنعش. شيماء هكلمك على السبيكر دلوقتي عشان اقول لك احساسي حاليا عامل ازاي، ماشي؟ بس احنا على الهوا. استني زي ما انتي. شيمو بصي انا مش متخيله ان انا بتنفس بجد. بجد والله؟ حياة ربنا انا فعلا باخد نفسي زي قبل ما يجيلي الموضوع ده خالص. طبيعي ما شاء الله. بس يعني اللي هو باركيلي بقى. مبروك وسلمي على الدكتور. انا معاكي يا شيمو. ازيك؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ احنا بنصور جنى. وقالت لي انا عايزه اتكلم. قلت لها اتكلمي على طول. ليه؟ هي كانت تعبانه يا شيمو جامد جدا جدا يا دكتور. ازاي؟ والله العظيم كانت تعبانه، ما كانتش بتعرف تتنفس كويس خالص. كانت اصلا بتقوم من النوم بسبب الموضوع ده. معقوله؟ والله العظيم. انت عايشه معاها في البيت؟ مش قوي، هي متجوزه. عايشين مع بعض. ده طول حتى الفتره اللي انت كنت معاها كانت بتشتكي جامد؟ جدا جدا جدا، كان عامل لها ازمه فعلا. كانت دايما نفسيتها تعبانه بسبب. لما سمعتيها ان هي بقت كويسه وبتقول لك انا مش مصدقه، انت عايزه تقولي لها ايه؟ لا بجد عايزه اقول لها ان انا مبسوطه جدا وحياه ربنا ان هي بقت تتنفس زينا. كانت حرام الاول تقوم من النوم من كتر التعب. على طول نفسيتها تعبانه. بس الحمد لله انا فرحانه قوي وحياه ربنا قوي بجد. تسلم ايدك يا دكتور. الحمد لله. الحمد لله على سلامتها يا شيمو. الحمد لله على سلامتها. حاولنا نكلم ماما بس تقريبا التليفون ما ردش. ايوه ماما تلاقيها مش شايفه، بس بجد ما شاء الله الله اكبر. الحمد لله على السلامه. كويس ان احنا سمعنا صوتك برضو. تقولي لنا كان اخبارها ايه؟ انت اول واحده بعد الدعامه بتقول لك ان هي بقت كويسه. الحمد لله طبعا. الحمد لله. الفضل يرجع ليك بعد. الحمد لله الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك يا دكتور. ميرسي. العفو. الله يسلمك. باي باي يا شيمو. باي باي. يلا يا ستي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. ميرسي قوي. مش عارف اقول لك ايه، بس انا مبسوط جدا ان انت بقيتي مبسوطه، ومبسوط ان انت بقيتي تتنفسي، ومبسوط ان انت اختك. شوفي رد فعلها عامل ازاي. أيوة. لما اختك كده، امال مامتك هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ماما هتفرح جدا. يعني ماما كانت بتخاف عليا قوي وقت ما يجي لي صداع وترجع. طبعا. بس الحمد لله. يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. انا بصراحه اندمجت في الكلام وما خدتش بالي، والفيديو طول. معلش اعذرونا، لكن الحاله هي اللي بتخلينا نتكلم ونتفاعل يا جماعه. والله الحمد لله على سلامتك تاني. الله يسلمك يا دكتور. الحمد لله على سلامتك. ده فضل من ربنا يا جماعه والله علينا وعليها وعلى كل الناس. الحمد لله طبعا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي الدكتور هشام ابراهيم.